في فيديو النهارده هنشوف مع بعض الشنطة ديت وديت ودي نفس الطريقة بتاعة الشنطة ديت، بس بمقاسات مختلفة، وهقولك في آخر الفيديو المقاسات بتاعتهم قد ايه. يا رب النهارده الشنطة تعجبكم والمحتوى بتاع النهارده يعجبكم، وأكون قدرت أتوفق في إن أنا أوصل لكم المعلومة. لو عجبك المحتوى ما تنسيش تعملي لايك، تعملي اشتراك بالقناة، وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد مني، وشير لو حبيتي المحتوى. يلا بينا بقى على الشرح، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم ريلي أحمد من قناة ريلي كروشيه. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة بغرزة اشتغلنا فيها مع بعض قبل كده. الحقيقة الغرزة ديت أنا حابة إن أنا أنفذ معاكم الغرزة بكذا طريقة، ويبقى عندك كذا شكل من نفس الغرزة تقدري تنفذي بيها شنطة بكل بساطة وكل سهولة. وتقدري طبعا تكبريها أو تصغريها، وهقولك على المقاسات بالظبط في آخر الفيديو، وهوريكي مجموعة شنط تختاري المقاس اللي يريحك، وهقولك كل شنطة مقاسها قد ايه بالظبط. تمام. ده خيط مكرمية مصري، سمكه يعني هو رفيع شوية اهو، بصوا. تمام. هنشوف بقى هنشتغل هنعمل مع بعض شنطة بطريقة سهلة جدا جدا جدا. تمام. طبعا ده هلسعه في الآخر وهشيله. هنعمل عقدة البداية، عايز انزل لكم الكاميرا بس شوية. تمام. بالشكل ده كده، ثانية واحدة اظبط لكم الإضاءة. تمام. هنعمل عقدة البداية. هنرتفع 24 غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هعمل 24 غرزة وارجع لكم. تمام. عملت 24 غرزة سلسلة، وعملت سلسلة ارتفاع زيادة، يبقى 25. تمام. هقول لكم دول تقريبا في حدود 20 سنتي. استنوا نظبطها بس كده. في حدود 20 سنتي. تمام. هنشتغل اول سطر بس هو اللي هيبقى معانا حشو. تمام. هلف شغلي زي ما انتوا اتعودتوا معايا، انا ما بشتغلش ولا في الحلقه الاماميه ولا في الخلفيه، انا بلف ظهر الشغل وبشتغل في الغرزه اللي في ظهر الشغل. طبعا هشتغل غرز حشو، وطبعا الابره بتبقى على حسب الخيط. انا عندي هنا خيط رفيع شويه، فمستخدمه ابره مقاس 4 سيليكون. هشتغل 24 غرزه حشو. طبعا غرز الحشو عندكم في قائمه التشغيل، عندكم درس مفصل عن الغرز الأساسية، وغرزة الحشو دي من الغرز الأساسية لشغل الكروشيه. تمام. بالشكل ده أنا هشتغل باقي الغرز اللي باقية وارجع لك. تمام. عملت 24 غرزة سلسلة زي غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. هعمل ايه تاني؟ هرتفع بقى 1 2، وهنا بداية الغرزة بتاعتي. هلف شغلي وهلف الخيط على الإبرة، وهخش في أول غرزة هتقابلني تحت الحلقتين، وهشتغل غرزة نص عمود. واتمنى ان انت تكملي معايا الفيديو للاخر، لان فعلا شكل الشنطة هيعجبك. الغرزة اشتغلتها معاكم قبل كده، بس فعلا في الشنطة دي التصميم مختلف. نص عمود، الغرزة اللي بعدها منزلقة، لف الخيط على الابرة في الغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين، هشتغل غرزة نص عمود بالشكل ده، وهاجي في الغرزة اللي بعدها وهعمل منزلقة، وهلف الخيط هشتغل نص عمود، وهكذا هكمل انا لاخر السطر غرزة منزلقة، غرزة نص عمود. واهم حاجة يبقى العدد بتاع الغرز معاكي زوجي، علشان لو بدأتي مثلا بنص عمود ونهيتي بنص عمود، يبقى انت كده عدد الغرز معاكي غلط. الغرزة اللي بتبدأي بيها غير الغرزة اللي بتنهي بيها. يعني بدأنا انا هنا نص عمود، هنهي السطر بغرزة منزلقة، هخلص لحد نهاية السطر وارجع لك. تمام. انا خلاص عملت نص عمود، هعمل بقى منزلقة. تمام. ودي اخر غرزة، يبقى انا بدأت بنص عمود وانتهيت بمنزلقة. هعمل ايه؟ هرتفع 1، ودي طريقة الشغل بقى في الادوار كلها اللي جاي. 1 2 سلسلتين، هلف شغلي
وهلف الخيط على الابره، هنزل في نفس المكان تحت الحلقتين، هعمل نص عمود، بعد كده هعمل منزلقه، بعد كده نص عمود، بعد كده منزلقه. ودي طريقه الشغل كله. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشتغل بنفس الطريقه لحد ما اوصل لنهايه الدور، بعد كده هرتفع برضو سلسلتين، بدايه كل شغل سلسلتين ونهايته منزلقه. هشوف هرتفع كام سطر وارجع لكم. انا خلاص عملت القطعه بتاعتي زي ما انتم شايفين، ارتفعت 34 سطر. بتعدي من اول سطر بتشتغليه اللي هو سطر الحشو. تمام، انا كده خلاص عملت القطعه بتاعتي. هعمل ايه تاني؟ هلف شغلي كده، مش هلفه يعني، هعدل الشغل بتاعي بالشكل ده. دي اخر غرزه انا واقفه عندها. هعمل ايه؟ هعمل في نفس المكان اهو، هعمل سلسله بالشكل ده، وهاجي. احنا كده ما اشتغلناش في السطر ده خالص، انا كنت هشتغل لك فيه غرزه بس لا، خلينا ماشيين كده افضل عشان انتي ما تلخبطيش نفسك. بصوا هشتغل معاكم بطريقه مختلفه. يعني المفروض ان انت في كل سطر اشتغلتيه بتشتغلي غرزه حشو. طب نفرض انا تهت وما بقتش عارفه ان انا دخلت نفس السطر ده والسطر ده، هتلاقي نفسك تهت. فحل بسيط جدا، طريقه انا عجبتني واشتغلت بيها ولقيتها طالعه معايا وظبطه معايا الشغل تمام. في كل سطر احنا كنا بنبدا بغرزه بسلسلتين وبننتهي بمنزلقه، يعني كده ادي السلسلتين وفي النص هتلاقي غرزه المنزلقه بتاعت السطر اللي قبله، وهنا ادي السلسلتين وهنا غرزه المنزلقه بتاعت السطر اللي قبله. فانت هتعملي ايه؟ او دي الطريقه اللي انا اشتغلت بيها. انت عايزه تشتغلي بالطريقه المعتاده العاديه، اوكي براحتك. تمام، هعمل ايه؟ هنزل فيها كده، بس قبل ما انزل فيها السلسله ديت انا بالنسبه لي هعلمها، هعلم شغلي كله هعلمه من عند السلاسل. تمام خلاص. فهعمل ايه بقى؟ خلاص احنا كده علمنا السلسله ديت اللي احنا عملناها عشان بس نريح الشغل. هتقابلني اول حاجه السلاسل، هقوم نازله فيها كده جوه السلاسل نفسها اهو، وهطلع معايا لفتين على الابره، هقوم عامله غرزه حشو. ادي اول غرزه حشو معايا، هنزل في نفس المكان وهعمل غرزه حشو تاني بالشكل ده. تمام، هقرب لك الدنيا اكتر شويه كمان اهو كده، يا رب تكون واضحه. تاني بصي، هتيجي هنا دي المنزلقه، مش هشتغل فيها، هشتغل في السلسلتين اللي بعديهم بتوع السطر اللي بعده، هم دول هقوم شغاله فيهم باتنين حشو بالشكل ده. تمام، تاني هيقابلك السطر اللي بعده المنزلقه، هي غرزه مستخبيه شويه مش باينه قوي، فانا عشان ما اخبطش نفسي انا هنزل على طول على السلسلتين اللي بعديهم وهشتغل فيها اتنين حشو. تمام، اتنين حشو بالشكل ده. انا بشتغل في الارتفاعات السلسلتين اللي احنا ارتفعنا بيهم، ودي الطريقه دي ريحتني، لان ساعات بنتلخبط. السطر اللي احنا نهينا فيه بغرزه منزلقه ساعات بيتوه مننا السطر، فتلاقي نفسك عامله الجنب ده عدد غرز، الجنب التاني عدد غرز مختلفه، فبالتالي الشغل هيطلع مش مظبوط. انا هعمل ايه؟ انا هشتغل لحد ما اوصل لنهايه الدور وارجع واقول لك هكمل معاكي بقيه الشغل ازاي. تمام، انا عملت ايه؟ انا خلاص وصلت لنهايه الدور اهو، عملت اتنين حشو في نفس المكان في السلسلتين. تمام، هيقابلنا بعد كده السطر بتاع غرز الحشو. هعمل ايه؟ هرتفع سلسله. تمام تمام، انا كده خلاص علمت. هعمل ايه؟ هتقابلني اول غرزه حشو، هخش فيها كده تحتيها كده تحت الحلقتين، وهشتغل اتنين حشو اللي هي السطر اللي احنا كنا بدأناه. هاتي اول غرزه حشو في نفس المكان غرزة حشو. انا بعمل بس في الجنبين اللي هم دول، بعمل هنا اتنين حشو وبعمل هنا اتنين حشو، وبرده لما اجي عند الناحية دي هعمل برده اتنين حشو واتنين حشو عشان شغلي يبقى مرتاح، ما يبقاش الشغل مشدود او تيجي دي مقوصة كده مش مظبوطة. تمام، انا عملت كده خلاص اتنين حشو. هشتغل بقى فوق كل غرزة حشو هتقابلني غرزة حشو
تمام. انا هعمل ايه، هكمل لحد ما اوصل لنهايه الدور ده عشان اقولك الجنب التاني هيبقى فيه اختلاف حاجه بسيطه عشان غرزك تطلع مظبوطه مع الجنب ده بالظبط. تمام خلاص، انا وصلت لنهايه الدور، فاضل لي اخر غرزتين حشو هعملهم معاكم. هنا دي اخر غرزه اتبقت هنشتغل. هنا دي اخر غرزه اتبقت معانا هنشتغل فيها 2 حشو. فانا عندي كده تحت الحلقتين اهو بالشكل ده، وهشتغل فيها ادي غرزه، دي التانية. تمام كده عملت 2 حشو. هعمل ايه، هرتفع سلسله، ودي السلسله اللي احنا هنعلم فيها. تمام. السطر ده بقى هيبقى مختلف شويه. السطر دوت هيبقى البدايه عندي هشتغل غرزه واحده، وفي نهايه هشتغل غرزه حشو طبعا اهي، وفي نهايه السطر مش هنسى ان انا هشتغل غرزه حشو واحده، وفي النص هتشتغلي الغرز بتاعتك عادي. ليه؟ لان احنا عكسنا الشغل. لما بتعكسي الشغل انت اول غرزه بتقابلك هنا لما بتيجي تشتغلي بيقابلك السلسلتين، هنا مش هيقابلك السلسلتين، هنا الجنب ده مش هيقابلك السلسلتين، هيقابلك غرزه المنزلقه، فهتشتغلي غرزه واحده بس في اول سطر بيقابلك، وفي نهايه السطر بتشتغلي غرزه واحده بس، وفي الاخر هتلاقي عدد الغرز زي بعض مفيش اي اختلاف. احنا هنا كل الغرز اشتغلناها مجوز. يعني ايه؟ يعني في كل غرزه قابلتنا فيها سلسلتين اشتغلنا 2. هنا هنعكس بس في 2 بس، في اول واحده وفي اخر واحده هتشتغلي واحده حشو، وفي نهايه السطر تشتغلي واحده حشو، والباقي كله هيبقى غرزتين زي ما احنا متعودين على الشغل. تمام. فانا بدات بغرزه، وبعد كده هيقابلني اهو السلسلتين اهو، بصوا اهي باينه، هنزل فيها وهشتغل 2 حشو. هاخد طبعا الشغل ده الفتله دي معايا كده عشان اداريها في الشغل كده. تمام. ممكن تقصيها بقى، ممكن تسيبيها، انا بسيبها بصراحه، بحب ان انا اداريها تحت الشغل. تمام. هيقابلني دي غرزه منزلقه، هنزل في اللي بعدها وهعمل 2 حشو. تمام. فانا هشتغل السطر ده كله بنفس الطريقه لحد ما اوصل عند نهايه السطر، هقول لك هنكمل ازاي، وفي الاخر هعدلك الغرز كلها عشان تبقي ماشيه صح. لو عملت نفس المقاس اللي انا عامله ده ومشيتي بنفس التفاصيل الشغل هيطلع معاكي مظبوط ان شاء الله. فانا همشي بنفس الطريقه لحد ما اوصل لنهايه السطر وارجع لك. تمام. انا خلاص وصلت لنهايه الدور، عملت اخر غرزه هنا معايا، عملتها 2 حشو، عملت غرزه حشو واحده. بعد كده هرتفع سلسله وهجيب المارك بتاعي هعلم بيه، وهعمل ايه، هيقابلني بقى السطر ده كده، هنزل فيه تحت الحلقتين كده، هشتغل في اول غرزة هتقابلني هشتغل غرزتين حشو. ادي اول غرزة، تاني غرزة بالشكل ده هتبقى معايا كده. لو عديتي الغرز في الجنب ده وفي الجنب ده هتلاقيهم 34. تمام. عايزاني اعديهم معاكي ما فيش مشكلة. بصوا هقول لكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. انا بعلم من عند المارك يا بنات، يعني انا بقى بعد شغلي من عند المارك، من المارك ده للمارك ده 34، والناحية التانية برضو هكذا اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. يبقى من عند المارك انا بعلم بعد من عند سلسلة الارتفاع. عايز تعدي من عند الغرز براحتك، عايز تعدي من عند السلاسل، انا بعد من عند السلاسل عشان هي اللي بقفل عندها الشغل بتاعي. تمام. اشتغلت هنا 2 حشو،
في كل غرزة حشو هتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده، او في كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو. ده كده السطر اللي هو اللي كنا واقفين عنده. هتلاقي هنا غرزة منزلقة وغرزة نص عمود، هتشتغلي فوقيهم بقى غرز حشو. كل غرزة هتقابلك هتشتغلي غرزة حشو. انا هكمل لنهاية الدور وارجع لكم. تمام، انا خلاص وصلت لنهاية الدور، عملت غرزة حشو. هعمل غرزة حشو تاني في نفس المكان بالشكل ده كده. هعمل ايه؟ هنزل بقى بمنزلقة فين بقى؟ في السلسلة اللي احنا ارتفعنا بيه. انا عايزة اسيب المارك مش هشيله، وهعمل فيها منزلقة بالشكل ده كده. تمام، هعمل ايه بقى؟ هقطع الخيط بتاعي وهنضف الشغل، او ممكن ما نقطعش. هقولك انا حل حلو قوي. بصوا هنعمل ايه، احنا كده خلاص احنا واقفين هنا وعملنا منزلقة. هلف شغلي ده كده الوش. تمام، احنا اتفقنا ان ده الوش، اقوم قلبه كده. بالنسبه لي ده كده الظهر. فانا هقيس، هشوف انا عايزه مقاس قد ايه، فهعد الغرز وهشوف انا عايزه اقفل الشنطه بتاعتي ازاي بحيث انها تبقى عامله كده. طبعا ده الظهر، احنا طبعا هنعدلها، بس احنا هنا عشان نقفل الجنبين. ممكن تعملي جنب تشتغلي قطعه لوحدها وتشبكيها براحتك. انا في معظم الشنط بحب ان انا اشتغلها بالطريقه دي. موديلات بسيطه جدا اللي بحب ان انا لا الموديل لازم تغيري فيه. فانا هعد الغرز وهقولك انا خدت كام من الجنبين وهرجع لك. بصي بقى يا بنات، انا هعمل ايه. انا خدت 25 من الجنب ده و25 من الجنب ده، بس زودت عليهم غرزه واحده اللي هي ايه. لو تفتكروا في السطر ده لما جينا نهيناه، احنا بدأنا بغرزة حشو ونهينا بغرزة حشو. تمام، خدت منهم غرزة حشو في الجنب ده وغرزة في الجنب ده. اصبح كده المارك ده عندي ملهوش لازمه، اللي هو كان في غرزة السلسلة. تمام اهو، هنا 25 وهنا 25، والناحية التانية برضو 25. المارك ده كده بالنسبة لي ملهوش لازمة، نشيله كده. وهبدأ اشتغل غرز حشو. هشتغل معاكي الناحية ديت الجنب ده، وبعد كده ارجع اشتغل الجنب التاني، وبعد كده ارجع اقول لك هنكمل ايه تاني في الشنطة بتاعتنا. بصوا احنا هنشدد شوية بس كده، وهخش هنا هشتغل في الحلقة اللي هي الأمامية، وهاجي هنا اهو. انا رحلت الإبرة كده عند الغرزة اللي احنا خدناها. هنقوم بقى جايبين دي كده، هي بس هتحسي ان انتي متلخبطة في الغرزة دي، بس هنطلعها بس كده من تحت الحلقتين، من تحت الحلقة ديت والحلقة دي اهو بالشكل ده. ثانية واحدة عايزة اظبطها. ثانية واحدة يا بنات. فكت. خلاص انا كده جبتها تاني اهو. تمام اهي. هنعمل ايه؟ هنخش دي الغرزة اللي احنا هناخدها اهي. اخدت تحت الحلقة، تحت اللي هي الحلقة اللي هي الخلفية في الجنب التاني. تمام، هعمل ايه بقى؟ هسحبها. ثانية بس كده عشان ابقى انا إيه في لخبطة جامدة هنا. هظبط بس الغرز ديت وهرجع لك عشان في غرزة فكت. خلاص يا بنات، هعمل ايه؟ هعمل بس كده كده منزلقة، وهرجع تاني هرتفع السلسلة وهرجع تاني هشتغل في نفس المكان بقى غرزة حشو عشان شغلي يبقى مظبوط بالشكل ده. ودي كده اول غرزة حشو معايا في السطر ده كده. تاني هتاخدي هنا في الحلقة الأمامية بالنسبة لك، وهتيجي عند الغرزة اللي بعدها هتاخدي في الحلقة الخلفية بالشكل ده، وهي تشتغلي تعملي غرز حشو بالشكل ده كده. انا هعمل ايه؟ هكمل بقى لنهاية الدور. هاخد الحلقة الأمامية من هنا والحلقة الخلفية من الجنب التاني لحد ما اقفلها. تفرق بس معاكي تحت هتلاقي فيه غرزة، بس هو ده اللي انا عايزاه. الغرزة تحت هي انت مش هتشتغليها،
اوكي. هوريكي شكلها مش هيبقى باين ولا اي حاجه، هي بالعكس هتبقى مديه زي دوران بسيط كده، شكلها لطيف، هوريها لك في الاخر. تمام انا خلاص وصلت لنهايه الدور اهو. هنعمل بس دي كده سلسله. انا قطعت كمان الخيط بالشكل ده. بصوا لو حسبتي ادي غرزة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 غرزة، والغرزة اللي انا قلت لك هتسيبي بس واحدة اهي، هي مش باينة مش مؤثرة، بس انا حابة ان يبقى في كيرف فيها كده بسيط. تمام. هعمل ايه؟ هعمل الجنب التاني وهنضف الخيط ده. ممكن تنضفي بإبرة تنظيف او تعملي بنفس الطريقة دي كده. بصوا تنزلي تحت الحلقتين كده وتبدأي تاخديه رايح جاي في الشغل اهو كده. بفضل رايحة جاية كده عشان شغلي يبقى نضيف في الاخر. لو بقى حتة ولا حاجة بقوم لسعاها بالولاعة وخلاص. تمام. انا هخلص الجنب ده وهنضفه وهعمل الجنب التاني وانضفه وارجع لك. تمام انا خلاص خلصتها اهو، بس لسه ما عدلتهاش، قلت هعدلها معاكم. والدراع طبعا انا بستخدم طريقة دراع واحدة دلوقتي حاليا، في طريقة تانية هبقى اصورها لكم واوريها لكم، بس انا عملت الدراع بالطريقة القريبة اللي انا عملتها على القناة. تقعدي بقى تعدلي فيها كده. بصوا انا كان ممكن اعمل ده ورا الكاميرا، بس حبيت ان انا اعملها معاكم. تمام ده كده الشكل. طب عايزين بقى نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نركب الحلقات سهلة الفتح اللي ديت، بتبقى جاية عبارة عن كده اهي. جبتها معاكم كتير وريتها لكم كتير. هنبدأ بقى ان احنا انا بحب ادخلها بطريقة معينة، طبعا انتي بقى براحتك. بصوا انا هدخل ديت، هدخلها في اقرب مكانين قريبين هنا وهرجع لك. انا ركبتهم بالطريقة ديت، وده الدراع اهو. طبعا انا وريتكم قبل كده الدراع ده بيتعمل ازاي. هنعدل بس شغلنا كده بالشكل ده، وهاجي هنا عند الحلقات ديت هقوم مدخلة السلاسل دي كده، وبعد كده بنبدأ ندخل دي كده وندري شكلها بالشكل ده. نعدلها، وبرضو هنا هنعدل السلاسل برضو شوية. الشغل بتاع الشنط ممتع جدا. انا هوريكي مجموعة الشنط اللي انا عملتها بنفس الشكل، وهقولك على المقاسات بتاعتها كده. تمام الشنطة بتاعتي خلاص، فاضل لها بس اخر حاجتين. بصوا هي كده شكلها. فاضل لي اخر حاجتين. الاول هركب اللوجو، ده اللوجو اللي انا بحب اركبه. هتلاقي فيه 4 ضوافر كده ورا اهم، اللي هما الحديدتين دول اهو كده بالشكل ده اهو. وهتيجي هنا تختاري مكان يكون كويس مناسب يعني بالشكل ده. هقفلها انا بقى من جوه. بتجيبي بقى مقص او بتجيبي حاجه وتقعدي تضغطي بصوا اهو، تتاكدي انت مدخلاهم كده، وبعد كده تبداي ايه اهو. انا عشان اوريكي برضو الشكل اهو، تقعدي تدوسي عليهم كده لحد ما بتتاكدي ان انت مقفله شغلك تمام وان هي مش هتفك بالشكل ده. هعمل الاتنين تانيين دول وارجع لك. خلاص ركبتها. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هركب القفل ده، انا ركبته معاكم كتير اهو. هنركب القفل الاول. هنا بتحددي المكان اللي انت عايزه تركبي فيه. تمام بصوا اهو، هنقول مثلا افتراضا كده، وبتقعدي بقى بالمقص كده تقعدي او باي حاجه رفيعه تقعدي تدخلي فيه كده الخيط. تمام. انا بقى هدخل الخيط جوه القفل وهقفله وهرجع لك.
وبكده تبقى الشنطة بتاعتنا خلصت. يا رب يكون شغل النهاردة عجبكم. عايزة اوريكم بقى مجموعة شنط نفس الشكل كنت عاملاه، هوريها لكم. ده كده المقاس اللي احنا اشتغلناه مع بعض. هجيبك نفس المقاس بس لون مختلف اهو. ده نفس المقاس ده، بس هتحس ان دي اكبر سنة بسيطة عشان سمك الخيط اتخن شوية من دي، لكن هو نفس المقاس. بصوا الالوان جميلة. هوريكي بقى مقاس اصغر. هنرجع ده كده ورا شوية، استنى هظبط لكم الكاميرا. تمام، قلنا ده شكل اهو، وده شكل. خلي دول كده عشان يبقوا معانا باينين. ده شكل تاني بايد. الايد ديت هنزلها لكم ان شاء الله في الفيديو اللي بعد دوت. دي طريقه من ضمن الطرق، في طريقه تانية بشتغلها بس هوريها لكم برضو فيديو لوحده. دي اصغر من ديت. دي عملتها 22 سلسله واشتغلت بنفس طريقه الشغل، بس برضو الخيط هنا اتخن شويه، هتحس ان هنا دي اكبر، يعني الخيط اتخن حتى من اللون ده. ودي شنطه. بصوا بقى الصغنطوطه دي خالص بقى دي بناتي، وهعمل لكم مقاس اصغر برضو هبقى اوريه لكم في مره. ديت عملتها 20. تمام، عملتها 20 سلسلة، وبعد كده اشتغلت برضو بنفس الطريقة. يا رب يكون شغل النهاردة عجبكم. يا رب أكون قدرت أتوفق في شرح الشنطة بالتفصيل. طبعا دي الشنطة اللي احنا اشتغلناها مع بعض. نرجع دول بقى كده لورا. دي اللي احنا اشتغلناها النهاردة. يا رب أكون اتوفقت، ويا رب تكونوا استفدتوا معايا. كان معاكم ريري أحمد من قناة ريري كروشيه. أشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة. سلام.